فين كنت يا السي العامل؟ فين كنت يا الباشا؟ فين كنت يا المسؤول اللي كتعطي التراخيص ديال البني؟ خبر كيجيك في الواتساب ديال انك غدا غنجيو نريبوا لك باللي الرخصه ديالك ديال البني غير قانونيه. هادي مشروع سياحي تجاري ماشي معقول. هادشي اللي وقع في بوسكوره في القصر كما ولينا تعودنا عليه دابا، ولينا عارفينو القصر. مستثمر كيجي كيخسر 16 مليار، كيخسر فلوسه من جوفو، كيدير استثمار باش يبين للعالم باللي في المغرب الا جيت استثمرتي غادي يجيبوا لك. هذه شوها عطينا واحد ليماج خايبه على الاستثمار في المغرب. واحد عطاه رخصه وواحد قال لي ريب. شكون المسؤول؟ كنعرفوا المقدم، كنعرفوا القيد، الباشا، العامل، الملحقه. هادشي حشومه وعيب. هادشي اللي وقع في بوسكوره. واحد بغى يدير واحد استثمار سياحي، بغى يزين به المنطقه ديال بوسكوره، بغى يخدم تقريبا اكثر من 300 عائله. جيتوا ما بين عشيه وضحاها ريبتوا ليه. فين كنتوا نتوما نهار عطيتوه رخصه؟ شكون اللي عطاه رخصه وشكون اللي ريب ليه؟ بغينا نعرفوا المسؤول يخرج ويقول لنا علاش عطيتوها ليه النهار الاول. هادشي عيب وحشومه كيهرس الاقتصاد الاستثمار في المغرب. اي واحد دابا كتكلم معاه كيقول لك لا المغرب خط احمر، ما يمكنش نحط فلوسي، ما يمكنش انا نجيب الملايير ونستثمر في المغرب وبينة عشيه وضحاها غادي يريبوا ليا. هذا ما كايناش الثقه، ما كايناش الثقه في الاداره، ما كايناش الثقه في المسؤولين. اي واحد غادي تشجعو باش تقول ليه خويا المغرب دخل ليه استثمر. المقدم يوميا كيدوز من هنا، والباشا والقيد والعامل. في النوبه الاولى فاش عطيتوه رخصه كيفاش عطيتوها ليه وعلاش ريبتوا ليه؟ البعض كيقول واش راب ليه كامل ولا ماشي راب ليه؟ راب ليه واحد الطرف، ولكن راه ماشي طرف. راه فلوس صحيحه تخسرت على هذا المشروع وما يمكنش يبقى فينا الحال. وكاين القانون في 2010 ديال التعمير اش كيقول اي واحد كيكون هناك مخالفه ولا تجاوزات الا وكيكون واحد الضعيره، واحد المخالفه كيخلص عليها المقابل. وانا عيب شتي واخا ما تكونش مخالفه، انا ما كنظنش فينا هذه المخالفه واش ديال المتر وديال 10 متر وديال 20 متر ديال شحال ما كانت. ماشي معقول وماشي معقول هذا الشيء هذا، حيت هاد المركب السياحي اللي بغى يبني السيد واللي بغى يدير السيد واللي بغى يدير مشروع السيد في البلاد، في المغرب بوسكوره، في المنطقه ديال بوسكوره اللي الكل كيتكلم عليه العالم كامل، مغاربه العالم والمستثمرين. اي واحد قالوا لي ما تجيش للمغرب. الا جيتي ما كايناش الثقه في الاداره. اليوم يعطيك وربما يعطيك رخصه سواء عطيتي عليها المقابل ولا ما عطيتيش عليها المقابل. واش عطيتيها الشوا ولا ما عطيتيش الشوا؟ شكون اللي عطى رخصه؟ شكون اللي بغى يحيدها؟ واش كاين هناك حسابات سياسيه؟ البعض كيتكلم واش هذا كيعرف وزير، واش نسيب وزير، واش نسيب مسؤول، علاش حيدتوا ليه، علاش عطيتوه؟ بغينا غنفهموا هذا الشيء اللي واقع في هذه المنطقه. خاص المسؤول يخرج للعلن وباش يقول فين كاين الخلل. هاد السيد فين دار التجاوزات باش حنا نعرفوا، باش حنا نرتاحوا. ما يمكنش اننا غادي نشجعوا الاستثمار في المغرب، ما يمكنش نقول لواحد مرحبا بك. المغرب فيه واحد الامتيازات، الا درت استثمار كيعطيوك، كيحيدوك الضرائب، كينقصوا عليك من هنا وكينقصوا عليك من هنا، حيت غتخدم واحد العائلات، غتخدم 300 عائله ولا 400 عائله. هذا الدور ديال المسؤولين. خص هاد السيد هذا يتعوض على قبل هاد الشوهه وعلى هاد الكارثه اللي وقعت هنا في المنطقه ديال القصر ديال بوسكوره، ديال هاد المركب السياحي اللي دار واحد السيد يعني بحال قلتي بالنشوه ديالو بغى يديرو، بغى يستثمر بهاد المنطقه. ولكن كما كتشوفوا ريبوا ليه وعطانا واحد الصوره قبيحه على الاستثمار في المغرب. الاعلاميين كلهم اتجهوا كما كتشوفوا المواقع انهم اتجهوا باش يشوفوا اش واقع هنايا. هناك حسابات سياسيه ماشي 100% 300%. ما تقولش ليا لانه باش تعطيني رخصه اليوم والسنين وانا كنبني، السنين وانا كنعيط على المعلمين، السنين وانا كيجيو المعلم، كيجي الطاكس، كيجي الخبر جا في الواتساب. وبالله عليك خبر كيجيك في الواتساب ديال انك غدا غنجيو نريبوا لك باللي الرخصه ديالك ديال البني غير قانونيه. فين كنت يا السي العامل؟ فين كنت يا الباشا؟ فين كنت يا المسؤول اللي كتعطي التراخيص ديال البني ديال الرخصه باش نبني؟ بنيت البارح جيتي هدمتي لي اليوم. ماشي قضيه ديال بيت السطح،
ولا كوزينه في السطح. هذه مشروع سياحي تجاري فيه المنفعه للمنطقه، المنفعه للبلاد، المنفعه لبعض العائلات اللي غادي يخدموا في هذا المشروع. هذا فقد الثقه في الاستثمار في المغرب، انه كيقول لنا حتى واحد ما يجي يستثمر وحتى واحد ما يثق في الاداره. الا عطا لك البارح العام اللي كان ولا الباشا، راه يجي العام الاخر عاوتاني ويحيدها لك. وهذا كيبين باللي تضارب المصالح، وباللي هناك عدم توافق بين المسؤولين الاولين واللي عاد جاو تعينوا، باللي كاين شي حاجه ماشي هي هذيك.